السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى بصور لكم الفطار بتاعي البسيط الجميل اللي فضل ونعمة من الله. الحمد لله احنا من أول رمضان والحمد لله عملنا كل الحاجات يعني كل الأكل. فأنا تعبت وجانا بنتي تعبتني أكتر، كل شوية أقول لها تاكلي ايه؟ معرفش يا ماما، اللي انت عايزاه يا ماما، انا مش عايزه يا ماما، انا مش عارفه ايه. لان طبعا ابوها بيفطر بره في الشغل، يعني في الشغل بتاعه، واحمد ومحمد طبعا يعني ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض. انا عارفه هما بيحبوا ايه فباكله لهم. فقلت بقى اما اعمل شويه مسقعه كده، بس مش على فرنكه بقى، مش هرص بقى في صينيه والشغل ده، لا عملتها بقى اللي هي ايه، المسقعه كده بتاعت اهلنا بقى وامهاتنا وكده. ربنا يخلي لهم يا رب ويخلي لكم كل امهاتكم يا رب. اللي هي بقى في الحله. عملت بقى يا حبايبي، جبت حته تومه كده، صلصه المسقعه عشان تبقى حلوه وريحتها حلوه تعمليها بتومه. جبت حته تومه حلوه طشيتها ونزلت عليها بالصلصه، وتبلت الصلصه من كمون وفلفل وملح وكل حاجه، وحمرت البتنجان والفلفل. انا بحب اعملها ببطاطس محمره، وحمرت البطاطس وحطيتهم وبسيبهم على النار كده يغلوا غلوتين مع بعض. حابه تعمليها بالطريقه دي بتبقى جميله قوي وطعمها بيتي كده وبتفكرك بايام زمان، ماشي. عايزه تدخليها في الفرن بتحطيها في صينيه وبتدخليها في الفرن او بتولعي عليها الشوايه، بس انا حباها يعني المره دي عايزاها كده. هعمل جنبها شويه شكشوكه اللي هو بيض بقوطه ببصل، وهعمل معاها، انا بحب الطعميه قوي معاها. وطبعا من ساعه الصيام ما بنفطرش بقى فول وطعميه الصبح، ساعات بنجيب في السحور وساعات بناكل جبنه يعني وكده وحاجات من دي وخلاص. فهخلي جنى قبل الفطار كده بربعايه كده ولا بنصايه تروح تجيب لي عجينه واحمرها. انا بقى بحب الاكل ده بقى، وعيش بلدي، ما بحبش السلطه، هقطع خيار والشكشوكه على النار برضو القوطه بتاعتها بتتسبك. بس انا قلت اصور معاكم الفيديو المقطقط الصغنون ده واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا وكل النعم اللي احنا فيها، الحمد لله الواحد بيحمد ربنا وبيشكره عليها، واحنا احسن من غيرنا الحمد لله. ما تنسونيش بقى يا حبايبي بدعوة حلوة منكم لشفا ولادي أحمد ومحمد، ربنا يخلي لكم ولادكم وما يجيبش فيهم حاجة وحشة. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.